صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. أخبار خفيفة. يعيدها ويقدمها لكم اليوم حمدي عبد المجيد. عزيزي المستمع صباح الخير، وأنت أيضا عزيزاتي المستمعة صباح الخير. عناوين جريدنا النهارده بتقول: هنا القاهرة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم فانتاستيكا 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 فانتاستيكا، برنامج صنع الفابريكا. فانتاستيكا فانتاستيكا. طنط سناء، عم حسن. خمسة لقلبك. هنا القاهرة. في طريق النور. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. معا نمضي على الطريق، وفي طريق النور يضمنا هذا اللقاء الجديد. الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. يا طير يا شادي اهتف ونادي، يا طير يا شادي اهتف ونادي، اهتف وغني وقول ده الصبح نادي على بلادي، عليك يا وادي النيل. الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. يا طير يا شادي اهتف ونادي، يا طير يا شادي اهتف ونادي، اهتف وغني وقول
عليك يا واد النيل. هنا القاهرة. على الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. النوم سلطان. بالنسبة لسيد أفندي النوم سلطان جدا. هنا القاهرة. بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب. وبيسمعنا بفضله وكرمه وبيعلم كل ما في القلب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد. هو اللي ما يخفى عليه عبد وعالم بالحسنة وبالذنب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تناديه، كل الناس بالروح تناديه. كل قلوب الناس تناديه، كل الناس بالروح تناديه. كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب. قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل أنت سعيد؟ وهل أنت سعيدة يا بنيتي؟ يا سبحان الله، أتوجه إليك بسؤال فتجيبني عليه بسؤال هو نفس ذات السؤال. بنيتي، في بعض الأحيان قد يكون في السؤال جواب يغني عن كل جواب. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أجبني من فضلك جوابا صريحا مريحا. هل أنت سعيد أم غير سعيد؟ بنيتي، السعادة شعور يستشعره الإنسان وينعم به إذا ماذا يا فيلسوف؟ إذا خلا قلبه مما يعكر صفو عيشه، أو بمعنى
أكمل وأشمل هو شعور ارتياح وإحساس رضا لا يتحقق للإنسان إلا إذا أحس من داخل نفسه بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. حبايبي الحلوين الأولاد لا 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 عيب يا ولد. نستقبل الصباح معطر الصباح هيا هيا من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج يوسف حجازي. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ولما كانت الحلقة الثانية وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية والتفت إلى شهرزاد. والآن يا شهرزاد، لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة قصة الملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك لقمان
قال لوزيره حسان: أريد أن أتنكر وتتنكر معي ونخرج إلى المدينة فنقف بأنفسنا على أحوال البلاد ونسمع شكاوى العباد. الفوق عيدانك واختار يا زرع الشهائي، صباحك منور يخضر والخير في اللسائي. الفوق عيدانك واختار يا زرع الشهائي، صباحك منور يخضر والخير في اللسائي. يتغير يا زرع الدنيا انا تائب تقاوي شداوي، وحضنك بين الجانية من كتر اشتياقي يا عيني من كتر اشتياقي. صباحك منور يخضر والخير في اللسائي. الفوق عيدانك واختار يا زرع الشهائي، صباحك منور يخضر والخير في اللسائي. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد، وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح عوف الأصيل، برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. فين المتهم؟ موجود يا فندم. انت سرقت عشة الفراخ يا راجل؟ ابدا يا شاويش، انا اصل راحت عليا نومه، قمت لما صحيت من النوم طلعت اسال الديك اذا كان ادن الفجر ولا لسه، لكن صاحبة العشة ظبطتك وانت واخد الديك ونازل من السطح. ايوه، بس لما لقيت الديك بيتاخر في الاذان قلت اخده ايه اظبطه عند الساعاتي. لما الديك ما انظبطش اتظبطت انت. اركن يا اخويا على جنب اركن. حاضر يا شاويش. فين المجني عليها؟ موجودة. عواف يا حضرة الشاويش، ربنا يعلي مراتك وينولك اللي تتمناه، ربنا يخليك للعدل والانصاف. طب دي البت انصاف بنت اختي قالت لي مش حدش هيديكي حقك الا الحكومة. بس بقى، اسمك ايه؟ اسمي علي اسمي اسم الله عليك نفيسة حسين عبد السميع محمد خليفة ابراهيم درويش الدلموني، واسمي بتاع الدلع نفنة حاكم الله يرحمها ويحسن اليها. مش عايزين تاريخ حياتك، كفايه كده. عمرك كام سنه؟ شوف يا حضرة الشاويش، نعم، انا يوم ما اتولدت كان يوم اخبر. قلت لك مش عايزين نسمع تاريخ حياتك، عايزينك تقولي لي عمرك كام سنه. ما انا جايه لك اهو. اصل يوم ما اتولدت كان عرابي عامل ثوره، حتى جدي الله يرحمه يبشبش التراب تحت راسه كان من عسكر عرابي، وكان حتى بياخد ما هي ريالين مجيدي في الشهر، ريال منهم يحوشوا وريال. بس بقى اهدي، مش عايزين سن. ليه يا حضرة الشاويش؟ ما انا هقول لك اهو، انا عمري كده هقوله لك من غير مغالطه وحياة شرفك. حاكم انا مش من الستات اللي صغروا نفسهم فاشهر، ده الكبر كبر مقام بس اللي يفهم. انا طول عمري دغري، واللي يسالني عن عمري اقول له على طول
طول، هو ما كانش الست من دول صريحة ودغري. اللهم طولك يا روح. يبقى قيمتها ايه؟ طب ده انا مرة بتاع التعداد بيسألني عن سني، طب وحياة مقامك سنك يا ولية عمرك جت أصف عمرك. يوه حلمك شوية يا شويش، الحلم سيده الأخلاقي والصبر مفتاح الفرجي، وعلى رأي المثل يا ستي بلاش سن، انت تعرفي المتهم؟ أبدا وحياتك، وأنا أعرف الأشكال دي بشر، أنا معارفي كلهم ناس محترمين وعليهم القيمة، وطول عمري أنقي الناس اللي أعرفهم. طب ده أنا جارتي أم كيداهم كانت ما تروحش تشتري قماش إلا ما أروح أنا أنقه لها. طب ده أنا مرة نقيت لها. بس بقى حقيقي اسم هو حد بياخد رزق حد؟ قال اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. ده كان في زمان في حارة الكحكيين راجل عتقي غلبان اسمه مرزوق، حاطط القرمة بتاعته على راس الحارة، وطول النهار يدقدق في الحتتين اللي في ايده وهو راضي باسمته وحامد ربه على ما هو فيه. محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان وغناء محمود الشريف، وإخراج محمد محمود شعبان. اسم. يا عيني يا مرزوق، من توهان عقله خد السلطانية مع فينا يا رجالة، افردوا رجلهم وخلوها مشرقة. يا ريس تاخدونيش معاكم، احنا طالعين على البحر المالح بسفر بعيد. معاكم ان شاء الله تروحوا السند والهند. ان كان احتاج حمل المركب مساح، لا حمل ولا يحزنون، مفيش الا السلطانية دي، المسها فوق دماغك واكبس. يا ترى انت فين يا مرزوق؟ يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. العفو. انا محتار اكافئك بايه. مش ممكن الاقي حاجة تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. جود مورنينج، صباح الخير. محمود. نعم. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت بالصحة والسلامة يا ستي. اللهم اني صايم. الله، ده انت صوتك حلو قوي يا محمود. ألفهولك. اتفضلي يا ست. غني لي شوية يا حبيبي. يا ست حرام عليكي بقى، حرام عليكي، انا مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم. طب غني لي من غير كلام يا محمود. ازاي بس يا عالم؟ اغني لك لاسلكي؟ اغني لك بالشفرة؟ حد ينقذني منها يا عالم واديله ريال، اديله 50، اديله 70. عليا ب80 يا محمود. يا ناس انا في عرض المدفع بقى، خليه يطرقع دماغي، هتطرقع يا عالم. غني لي بقى يا حبيبي. حاضر حاضر، امري لله، مفيش فايدة. يا ليل. الله، ده انت مطرب قوي يا حبيبي. يا ليل. كمان والنبي محمود. يا سلام ابو حنفي، حلاوتك يا حودة. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص. وعرايس متنقية
خضرا هاني 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 خضرا يا واد. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. شاهد على العصر. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. لعل أشهر الأطلال أطلال الشاعر إبراهيم ناجي. هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. قطوف الأدب من كلام العرب. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الراجل ابو سيد يا اختي دايما حابس دمي، تقوليش يا حبيبتي احنا من فوق روس بعض، باكل نايبه بيني وبينه طار. من جمعه قلت له بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد، عاوزه تزور الست عليا. تزوريها؟ تزوري الست عليا؟ وماله يا بامبا، تقدري تروحي لها في العصاري كده وافوت عليك وانا المغربيه اخدك ونروح. بقول ايه ما تتاخرش يا ابو سيد. مش هتاخر يا بامبا، بس على الله ما تقعديش انت بقى عند ست عليا تنحلي في فروه اللي تعرفيه واللي ما تعرفهوش يا بامبا. اخص عليك اخص، وانا وش ذلك برضه.
علي فايق زغلول يقدم لكم الأغنية والمونولوج التمثيلية الفكاهية الهوايات الفنية والأدبية المباريات والمسابقات في مسرح المنوعات برنامج جماهيري يكتبه لكم رأفت الخياط. انا الاستاذ موهوب، مخي زي الالماظ. الماظ ايه وازاز ايه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة. هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب، الاستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. القاهرة تقدم حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا كتيرة كتيرة، حكايات حارتنا كتيرة كتيرة، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبر تنفع. على النبي وافتح النبي ثم اسمعوا حكاية الليلة حكاية الليلة. حكايات حارتنا يكتبها محمد متولي، يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية شلضم وقرمة. القاهرة تقدم شنابو يا شنابو، كان بدري عليا يا شنابو، وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. اسم الله عليك يا شنبو، شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة، حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار، فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. شخصيات تبحث عن مؤلف. برنامج يخرجه لكم السيد بدير.
عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين، خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي. في بيتنا جاموسة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. شقاوة كبار. السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبنا ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان بنجد للحق ما يعجبناش. اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. ما يعجبناش. صديقي، صديقتي، عزيزي، عزيزتي، أخي، أختي، أهلا. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. دعوة للجميع. دعوة للجميع لنضحك ونمرح ونسمع ونتأمل. عزيزي، عزيزتي، مع آخر موديلات النوادر والحكايات.
البرنامج العام يقدم لكم السندباد البحري ورحلاته السبع. ماذا بك أيها الشيخ؟ تكلم مصيبة كبرى يا ويلي. ماذا حدث؟ نحن في بحر المغناطيس. بحر المغناطيس؟ يكتبها طاهر أبو فاشا، يخرجها مصطفى أبو حطب. مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. أخبار خفيفة. يعيدها ويقدمها لكم اليوم حمدي عبد المجيد. عزيزي المستمع صباح الخير، وأنت أيضا عزيزتي المستمعة صباح الخير. عناوين جريدنا النهارده بتقول: هنا القاهرة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة، تروح وترجع بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة، تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم فانتستيكا فان فان فانتستيكا فانتستيكا فان فان فانتستيكا، برنامج صنع الفابريكا. فانتستيكا فان فان فانتستيكا. طنط سناء، عمو حسن. خمسة لقلبك. هنا القاهرة. في طريق النور.
الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. معا نمضي على الطريق، وفي طريق النور يضمنا هذا اللقاء الجديد. الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. يا طير يا شادي اهتف ونادي، يا طير يا شادي اهتف ونادي، اهتف وغني ده الصبح نادي على بلادي، عليك يا وادي النيل. الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. يا طير يا شادي اهتف ونادي، يا طير يا شادي اهتف ونادي، اهتف وغني وقول ده الصبح نادي على بلادي، عليك يا وادي النيل. هنا القاهرة. على الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. النوم سلطان. بالنسبة لسيد أفندي النوم سلطان جدا. هنا القاهرة. الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب. الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضله وكرمه وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عبد وعالم بالحسنة وبالذنب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب
يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تناديك، كل الناس بالروح تناجيك، كل قلوب الناس تناديك، كل الناس بالروح تناجيك. كل الناس محتاجة إليك وينجينا في وقت الكرب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب. قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف، نعم يا بنيتي. هل أنت سعيد؟ وهل أنت سعيدة يا بنيتي؟ يا سبحان الله، أتوجه إليك بسؤال فتجيبني عليه بسؤال هو نفس ذات السؤال. بنيتي، في بعض الأحيان قد يكون في السؤال جواب يغني عن كل جواب. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أجبني من فضلك جوابا صريحا مريحا. هل أنت سعيد أم غير سعيد؟ بنيتي، السعادة شعور يستشعره الإنسان وينعم به إذا ماذا يا فيلسوف؟ إذا خلا قلبه مما يعكر صفو عيشه، أو بمعنى أكمل وأشمل، هو شعور ارتياح وإحساس رضا لا يتحقق للإنسان إلا إذا أحس من داخل نفسه بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. حبايب الحلوين الأولاد لا عيب يا ولد. نستقبل الصباح معطر الصباح. هيا هيا من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج يوسف حجازي. هنا القاهرة. للماضي
حينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ولما كانت الحلقة الثانية وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية والتفت إلى شهرزاد. والآن يا شهرزاد لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة قصة الملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك لقمان قال لوزيره حسان: أريد أن أتنكر وتتنكر معي ونخرج إلى المدينة فنقف بأنفسنا على أحوال البلاد ونسمع شكاوى العباد. عيدانك واختر يا زرع الشهائي صباحك منور يخضر والخير في اللي تلاقي اختلفوا عيدانك واختر يا زرع الشهائي صباحك منور يخضر والخير في اللي تلاقي يتغير يا زرع الدية انا تائب تقاوي بداوي وحضمك بين مشانية من كتر اشتياقي عيني من كتر اشتياقي صباحك منور يخضر والخير في اللي تلاقي اختلفوا عيدانك واختر يا زرع الشهائي صباحك منور يخضر والخير في اللي تلاقي دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد، وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الأصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. فين المتهم؟ موجود يا فندم. انت سرقت عشة الفراخ يا راجل؟ ابدا يا سويس، انا اصل راحت عليا نومه، قمت لما صحيت من النوم
طلعت اسال الديك اذا كان ادى للفجر ولا لسه، لكن صاحبة العشه ظبطتك وانت واخد الديك ونازل من الصوت. ايوه، اصل لما لقيت الديك بيتاخر في الاذان قلت اخده ايه اظبطه عند الساعات. لما الديك ما انظبطش اتظبطت انت. اركن يا اخويا على جنب اركن. حاضر يا شاويش. فين المجني عليها؟ موجودة. عواف يا حضرة الشاويش، ربنا يعلي مراتك وينولك اللي تتمناه، ربنا يخليك للعدل والانصاف. طب دي البت انصاف بنت اختي قالت لي مش حدش هيديكي حقك الا الحكومة. بس بقى. اسمك ايه؟ اسمي علاء. اسمي اسم الله عليك نفيسة حسين عبد السميع محمد خليفة ابراهيم درويش الجلموني، واسمي بتاع الدلع نافلة حاكم الله يرحمها ويحسن اليها. مش عايزين تاريخ حياتك، كفايه كده. عمرك كام سنه؟ شوف يا حضرة الشاويش. نعم. انا يوم ما اتولدت كان يوم اخبر. قلت لك مش عايزين نسمع تاريخ حياتك، عايزينك تقولي لي عمرك كام سنه. ما انا جايه لك اهو. اصل يوم ما اتولدت كان عرابي عامل ثوره، حتى جدي الله يرحمه يبشبش التراب تحت راسه كان من عسكر عرابي، وكان حتى بياخد ما هي ريالين مجيدي في الشهر، ريال منهم يحوشوا وريال. بس بقى اهدي، مش عايزين سن. ليه يا حضرة الشاويش؟ ما انا هقول لك اهو. انا عمري كده هقولهولك من غير مغالطه وحياة شرفك. حاكم انا مش من الستات اللي صغروا نفسهم فاشر، ده الكبر كبر مقام بس اللي يفهم. انا طول عمري دغري، واللي يسالني عن عمري اقول له على طول. هو ما كانش الست من دول صريحه ودغري؟ اللهم طولك يا روح. يبقى قيمتها ايه؟ طب ده انا مره بتاع التعداد بيسالني عن سني، طب وحياة مقامك سنك يا وليه عمرك جت اصف عمرك. يوه حلمك شوية يا شاويش، الحلم سيده الأخلاقي والصبر مفتاح الفرجي، وعلى رأي المثل يا ستي بلاش سن. انت تعرفي المتهم؟ أبدا وحياتك، وأنا أعرف الأشكال دي بشر. أنا معارفي كلهم ناس محترمين وعليهم القيمة، وطول عمري أنقي الناس اللي أعرفهم. طب ده أنا جارتي أم كيداهم كانت ما تروحش تشتري قماش إلا ما أروح أنا أنقه لها. طب ده أنا مرة نقيت لها. بس بقى حقيقي اسم هو حد بياخد رزق حد؟ قال اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. ده كان في زمان في حارة الكحكيين راجل عتقي غلبان اسمه مرزوق، حاطط القرمة بتاعته على راس الحارة، وطول النهار يدقدق في الحتتين اللي في ايده وهو راضي باسمته وحامد ربه على ما هو فيه. محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان وغناء محمود الشريف، وإخراج محمد محمود شعبان. اسم. يا عيني يا مرزوق، من توهان عقله خد السلطانية مع فينا يا رجالة، افردوا رجلهم وخلوها مشرقة. يا ريس تاخدونيش معاكم، احنا طالعين على البحر المالح في سفر بعيد. معاكم ان شاء الله تروحوا السند والهند. ان كان احتاج حمل المركب مساح، لا حمل ولا يحزنون، مفيش الا السلطانية دي، المسها فوق دماغك واتبس. يا ترى انت فين يا مرزوق؟ يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. العفو. انا محتار اكافئك بايه. مش ممكن الاقي حاجة تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. جود مورنينج، صباح الخير. نعم. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت بالصحة والسلامة يا ستي. اللهم اني صايم. الله،
انت صوتك حلو قوي يا محمود. ألفهولك. اتفضلي يا ست. غني لي شويه يا حبيبي. يا ست حرام عليكي بقى، حرام عليكي، انا مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم. طب غني لي من غير كلام يا محمود. ازاي بس يا عالم؟ اغني لك لاسلكي؟ اغني لك بالشفره؟ حد ينقذني منها يا عالم واديله ريال، اديله 50، اديله 70. عليا ب80 يا محمود. يا ناس انا في عرض المدفع بقى، خليه يطرقع دماغي، على الطرقع يا عالم. غني لي بقى يا حبيبي. حاضر حاضر، امري لله، مفيش فايده. يا ليل. الله، انت مطرب قوي يا حبيبي. يا ليل. كمان والنبي يا محمود. يا سلام ابو حنفي، حلاوتك يا حوده. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص. وعرايس متنقية كل صبية وصبية، وعرايس متنقية كل صبية وصبية، زي حورية عربية، زي حورية عربية. رمش مكحل رباني، خد هدية بستاني. رمش مكحل رباني، خد هدية بستاني. وأول يا سلام غزلاني، والخطوة تصح الأشواق على دق قلوب العشاق. سادتي السلام عليكم ورحمة الله. قطوف الأدب من كلام العرب. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
الراجل ابو سيد يا اختي دايما حابس دمي. تقوليش يا حبيبتي احنا من فوق روس بعض، باكل نايبه بيني وبينه طار. من جمعه قلت له بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد، عاوزه تزور الست عليا. تزوريها؟ تزوري الست عليا؟ وماله يا بامبا، تقدري تروحي لها في العصاري كده وافوت عليك وانا المغربيه اخدك ونروح. بقول ايه ما تتاخرش يا ابو سيد. مش هتاخر يا بامبا، بس على الله ما تقعديش انت بقى عند ست عليا تنحلي في فروه اللي تعرفيه واللي ما تعرفهوش يا بامبا. اخس عليك اخس، وانا وش ذلك برد. علي سايق زغلول يقدم لكم الأغنية والمونولوج التمثيلية الفكاهية الهوايات الفنية والأدبية المباريات والمسابقات في مسرح المنوعات. برنامج جماهيري يكتبه لكم رأفت القياس. انا الاستاذ موهوب، مخي زي الالماس. الماس ايه وازاز ايه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة. هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب، الاستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. القاهرة تقدم حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا كتيرة كتيرة، حكايات حارتنا كتيرة كتيرة، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبر تنفع. ثم اسمعوا حكاية الليلة حكاية الليلة حكايات حارتنا يكتبها محمد متولي، يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية شلضم وقرمة. القاهرة تقدم شنابو يا شنابو، كالبدر عليا يا شنابو، وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. اسم الله عليك يا شنبو، شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة، حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار، فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي.
شخصيات تبحث عن مؤلف. برنامج يخرجه لكم السيد بدير. عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين، خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي. في بيتنا جاموسة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. شقاوة كبار. السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبنا ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان بنجد للحق ما يعجبناش. اللي ما نعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. ما يعجبناش. صديقي، صديقتي، عزيزي، عزيزتي، أخي، أختي، أهلا. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. دعوة للجميع.
أيوة للجميع، لنضحك ونمرح ونسمع ونتأمل. عزيزي عزيزتي، مع آخر موديلات النوادر والحكايات. البرنامج العام يقدم لكم السندباد البحري ورحلاته السبع. ماذا بك أيها الشيخ؟ تكلم مصيبة كبرى. يا ويلي ماذا حدث؟ نحن في بحر المغناطيس. بحر المغناطيس. يكتبها طاهر أبو فاشا، يخرجها مصطفى أبو حطب. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.